هو أنا ليه باتعامل مع الناس كلها بحب وتعاطف وتواضع، وفي المقابل باتقابل بالإهانة وبالذل وبالمعاملة السيئة والقاسية؟ هو أنا لازم أكون جامدة وجافة وقاسية مع كل الناس؟ لازم أبقى قليلة الذوق علشان الناس تعاملني باحترام؟ هو ليه الطيب دايما بيتهان وبيجوا عليه، والشخص الشرير هو اللي بيبقى واخد حقه؟ هو ده الوضع بتاع الدنيا؟ لو عايزين تعرفوا الإجابة كملوا معايا الحلقة للآخر. والأول قبل ما أبدأ برحب بيكم، أهلا وسهلا بيكم مرة جديدة على قناة علمتني الحياة مع سما، وقائمة التشغيل كلام من القلب للقلب، وكلامنا عن اضطراب الشخصية النرجسية والشخصيات المضطربة في العموم، بس احنا مهتمين بالأكتر بهذا الاضطراب نتيجة انتشاره الواسع في عدد كبير قوي من الناس، وبقينا كلنا بنتعامل معاهم يوميا. فلازم نبقى على درجة من الوعي والفهم والقدرة على التعامل معاهم، علشان احنا شئنا أم أبينا هنتعامل معاهم يوميا، وفي منهم اللي قريبين مننا ومش هنقدر نبعد عنهم زي الأهل أو الأزواج في حال وجود أطفال وظروف معينة تمنع من الانفصال. فلازم واجب علينا إن احنا نصلح اللي باظ عندنا في شخصياتنا وفي أفكارنا، ونظبط حياتنا ونعرف ازاي نعيش ونتعايش معاهم لو احنا مضطرين ان احنا نعمل ده. يلا بينا نبتدي ونشوف احنا هنتكلم عن ايه النهاردة، وليه بيتعمل كده مع الشخص الطيب. بصوا يا جماعة، في فرق كبير قوي بين التواضع والخنوع والخضوع الذميم والاستسلام والذل والاستهانة بالمشاعر، وكل ده طبعا اللي اتربينا عليه خطأ من زمان، واحنا بيفهمونا ان هو ده التواضع. ده مش التواضع الحقيقي. عايزة تعرفي التواضع بتاعك حقيقي ولا لأ؟ ده هتعرفيه ازاي؟ قبل ما نكمل بس حابة ان انا اقول لكم ان الكلام بينطبق على الرجال والنساء، بس احنا بنتكلم بصيغة ان الضحية هي الانثى للتبسيط في التوضيح بس. ولو انت رجل وضحية نرجسية فتقدر ان انت تقلب الكلام كله عليك، وبينطبق كله تماما. طيب يلا بينا نكمل ونقول ازاي نعرف التواضع بتاعنا حقيقي ولا لا. ده بيكون راجع لاحساسك من جواكي. هل انت من جواكي متصالحة مع نفسك ومع عيوبك؟ مالكيش نقط ضعف خايفة منها، خايفة تبان للناس او تتمسك عليكي؟ هل انت مش بتحتاجي تدافعي عن نفسك قدام الناس، ولا طول الوقت شغالة دفاع من جواكي للناس اللي حواليكي اللي دايما بيتهموكي بحاجات مش فيكي؟ هل انت من جواكي حيادية، بتعملي اللي عليكي وانت ولا مستنية من حد يسقفلك ولا يدعمك ولا يقولك شاطرة برافو عليكي؟ ومش فارق معاكي اي انتقادات هدامة بتتوجه لك؟ مش فارق معاكي نظرة الناس ليكي ولا حتى هيقولوا عليكي ايه؟ من الاخر كده بتعاملي ربنا في الناس وحطاه في كل تعاملاتك قدام عينيكي، ومش مستنيه حاجه غير منه؟ ولا بتنسبي الفضل لنفسك في اي حاجه انت بتنجحي فيها او بتعرفي تقدميها؟ بتشوفي كل نعمه وتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى هو محض فضل منه وحده وبس، مش بتشوفي لنفسك اي فضل فيه؟ ولا بتدافعي عن عيوبك، ولا بتحاولي تحسني صورتك عند الناس بالباطل، ولا بتفخري بنفسك ولا بصفاتك ولا بامكانياتك قدامهم؟ في الحالة دي لما هيتواضع الشخص اللي ده تفكيره وده اللي جواه، هيكون تواضع حقيقي بعيد عن الخوف وعن الذل وعن الخضوع طلبا لرضا الناس اللي حواليه. ولو حد حاول يعتدي عليه بالإهانة والتقليل هيشوف إن ده مشكلة الشخص المعتدي، مش المشكلة عنده هو. دي مشكلة الشخص المضطرب اللي دايما بيحاول إن هو يعتدي عليه ويسفه ويقلل منه. طبعا واحنا بنتكلم دلوقتي وانتوا سامعيني هيحصل كده بينكم انقسام، لان في منكم ناس لسه يا دوبك بدأت تفهم وتعي الحقائق المختلفة عن نفسها وعن اللي حواليها، اسوياء ولا مضطربين، وفي منكم اللي قطع شوط حلو قوي في الوعي والتشافي. القسم الاولاني اللي هو لسه يا دوبك بدأ يتعرف على الدنيا من حواليه وعلى نفسه، هيكون لسه بيقع في اخطاء كتيرة وبيتعرض لاهانات واذلال وظلم، وهو ده اللي لسه بيتألم وبيسأل نفسه هو أنا ليه بتعامل مع الناس بطيبة وهم بيقابلوا ده بالخبث والإساءة من ناحيتهم؟ ودول بقى هنا بننصحهم إن هما ما يستعجلوش، اصبروا على نفسكم شوية وخليكوا رحماء بيها. امشوا في طريق التشافي والتعافي وزيادة الوعي، وواحدة واحدة هتكونوا حدودكم من جديد وهتصلحوا مفاهيمكم، وتلقائي هتتغير نظرة الناس ليكم بعد ما انتم هتعرفوا قدر نفسكم وكيفية التعامل مع اللي حواليكم، كل واحد باللي يستحقه من غير ما تظلموا نفسكم ولا تحاولوا انكم ترضوا غيركم على حسابكم. القسم التاني بقى من المتعافين دولت بمختلف مستويات الوعي اللي وصلوا لها واللي زمانهم دلوقتي بيقولوا ايوه فعلا انا كنت كده زمان والحمد لله الوضع اتغير تماما، واللي بدأوا مع التعافي من الادمان من النرجسي ومن اضطراب ما بعد الصدمة كمان، ان هم يدركوا ان المشكلة الكبيرة هي عند النرجسي مش عندهم هم، وبدأوا يحطوا حدود واضحة وبدأوا يرسموا شكل جديد للحياة والتعامل مع النرجسيين اللي حواليهم، او حتى ان هم بدأوا يبعدوا ويعملوا نو كونتاكت وبدأوا حياة جديدة بينتقوا فيها ناس حقيقيين مش مزيفين زي النرجسي المريض اللي بيحاول طول الوقت ان هو يرمي قرفه على اللي حواليه ويتخلص منه عليهم. وبيبدأوا كمان يعرفوا انهم لما يغلطوا او يفشلوا ده مش اخر الدنيا، انما هي بتكون خطوة على طريق النجاح، ولما بينجحوا بينسبوا الفضل لله وحده ومش بيشوفوا نفسهم في العمل اللي هم نجحوا فيه ده.
تاني هنا هنأكد ان لو انت لسه في وضع الاذلال والخضوع والاهانه مع النرجسي او مع اهله، اعرفي ان انت كده مش متواضعه حقيقي. انت طيبه وخدومه وبتساعدي الناس وكل الصفات الجميله دي فيكي، تمام ماشي، ولكن كل ده بتكوني بتعمليه ارضاء للنرجسي واللي حواليه وحواليكي، ودي بتكون النتائج الحتميه للتعامل مع شخص مريض مضطرب اللي هو عمره ما هيرضى عنك ابدا. طول الوقت بتحاولي تسترضيه وهو عمره ما هيرضى، وهتفضلي في نفس الزوم بتاع الذل والاهانه اللي انت عايشه فيه الى ان تزودي وعيك وتفوقي وتقرري انك مش هتكملي بالشكل ده تاني. وما تنسيش ان من طلب رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. تيجي واحده تقول لي غضب ربنا ايه وانا بغضب ربنا في ايه؟ ده جوزي وربنا امرني بطاعته وارضائه وانا بحبه وعايزه الهدوء والراحه والسكينه في البيت، يعني انا ما عملتش حاجه غلط ولا حاجه تغضب ربنا يعني؟ اقولك ان ربنا بيغار على قلوبنا لما بيلاقي غيره مليها وشاغلها فبيغضب. واللي بيحصل انك لما بتتجوزي النرجسي واحده واحده بتتسحبي في دايرته وتدوري في فلكه علشان ترضيه، وبيكون همك وشغلك الشاغل هو وكل اللي هو طالبه منك واللي عايزه واللي ممكن يرضيه اللي هو محض خيال منك بس، فبتتعلقي بيه وبتدمنيه نتيجة ممارسته حيل التلاعب النرجسي عليكي. وكمان ده بيدعمه لو الوقت بينك وبينه طول، يعني الجواز عدى عليه سنين، وده بيحصل كتير في حالات كتيرة، الجواز بيمر عليه سنين طويلة، وكل ما الوقت مر والزواج بينكم طول كل ما إدمانك ليه بيزيد، وهنا ربنا بيزعل وبيغضب جدا. لو عايزين تعرفوا حيل التلاعب النرجسي في فعلا فيديوهات قديمه عندنا على القناه، هحاول اجيب لكم اللينك بتاعها واحطه لكم في صندوق الوصف. اللي ما سمعش عنها اللي لسه جديد وبيبدا يتعرف يقدر يتعرف عن طريقها، واللي نسي يقدر يرجع يسمعها من جديد علشان نبقى مجمعين مع بعض هي ايه الحيل اللي ممكن يعملها ويمارسها عليكي النرجسي وتؤدي بيكي الى ادمانه. يلا بينا بقى، جه دلوقتي وقت ان احنا نفوق وناخد قرار علشان نصلح اللي فات ونصلح اخطائنا بعد ما عرفنا، وكمان نصلح قلوبنا اللي باظت من كتر عشرتنا مع الشخص المضطرب النرجسي ده، وكمان نصلح علاقتنا بربنا اللي تقريبا تكاد تكون اتقطعت او حتى بقت يعني صورة باهتة للعلاقة اللي كانت جميلة قبل ما تعرفيه، الصلة اللي كانت فعلا موجودة حقيقية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نرجعها من جديد ونطلب من ربنا ان هو يعيننا ويوفقنا ويدينا البصيرة اللي نقدر نفرق بيها بين الحق والباطل، وان احنا كمان نبدأ نمارس التشافي اللي سمعناه وما عملناش منه حاجة قبل كده، او حتى في مننا عمله شوية وبطل. مهم جدا يا جماعة التشافي، ان هو يكون ممارسة، ان يكون لايف ستايل تمارسوه في حياتكم دايما، مش حاجه كده بتعملوها شويه وتبطلوها، مش هيبقى له الاثر اللي انتوا نفسكم تحققوه من التشافي ده. لازم تمارسوه وفتره طويله، او زي ما احنا بنقول يبقى لايف ستايل ما بيتقطعش، مش بقى بنسمعه بس وما بنعملش منه الا شويه ممارسات بسيطه، او نبطل فتره ونرجع تاني وبعدين نرجع نقول هو انا ليه مش بتقدم، او بنحبط ونفسنا تصاب باليأس ونبقى يعني شايفين ان مفيش فايده مننا، نقول كده بالظبط انا مفيش مني فايده، انا مهما اتعلمت، انا مهما مارست، انا مفيش تغيير، فنجيب لنفسنا احباط ويأس ليه؟ لا، لازم نمارس صح علشان نحقق النتائج الصح، وناخد امل في نفسنا، ثقه الاول، وبعد كده ناخد امل ان في تغيير ان شاء الله. وقت ما تحققي التشافي صح وترجعي لنفسك الحقيقيه، هتختفي من عندك كل المشاعر السلبيه من يأس واحباط، غضب، حزن، اسى، احساس بالذنب وجلد الذات، محاولة إرضاء الناس وحتى ولو على حساب نفسك. دي هتبطليها تماما لما هتعملي التشافي والتعافي صح وترجعي لنفسك الحقيقية. لا، ومش بس كده، هتبقي نسخة أحسن من قبل كده كمان. ساعتها وفي الحالة ديت هتعرفي إن الذل والخضوع لله وحده، ومع الناس هتعرفي يعني إيه التواضع الحقيقي، ومع المرضى هتعرفي تعامليهم باللي يستحقوه وتحطيهم في حجمهم الطبيعي اللي يستاهلوه بجد، وتدي لنفسك قيمتك انتي، وما تبقيش تاني بتتعرضي لاحساس الذل او الخضوع او الاهانه او الذل لغير ربنا سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه، انما لو اتذليتي لغير الله انت اللي بتنزلي من نفسك جدا، وربنا مش هيرضى لك ده. يا رب الحلقة تكون فيها فعلا الفايدة، ويكون فيها الخلاصة وإجابة شافية ووافية للسؤال اللي بيتكرر كل يوم وكل شوية من ضحايا النرجسيين، وتكون فعلا بداية خيط تقدري تمشي عليه علشان تغيري وضعك تماما وتوصلي الحياة اللي انت نفسك فيها وتدي نفسك قيمتك. الناس هتديكي القيمة ديت، ولو انت وطيتي من نفسك وذلتيها مش هتلاقي حد يعلي منها أبدا. خليكي عزيزة، عزيزة النفس وقوية، كل الناس هتعاملك بالقيمة اللي انت عطيها لنفسك. يا رب ان شاء الله تكون الحلقة مفيدة ليكم، واستنوني في حلقة جديدة في طريقة جديدة او تكنيك جديد بنعرف نتعامل بيه زي مع نفسنا او مع النرجسي.
في محاولة مننا للتعايش أو تصليح اللي باظ من حياتنا من وجودنا مع النرجسي في علاقة طويلة أثرت على نفسنا وعلى شخصيتنا وعلى أفكارنا. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير في حلقة جديدة، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة علشان الحلقة تنتشر وتساعد اكبر عدد ممكن من ضحايا النرجسيين. ولو انتم من مشاهديني اللي لسه ما اشتركتوش في القناة، بتمنى لو تنوروني وتشتركوا وتنضموا لعيلتنا الجميلة وتساعدوني برضو بنشر الوعي، وان شاء الله ليكم الاجر. واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. مع السلامة.